تقدم رجل لخطوبة فتاة كان معجبا بها كثيرا، ومع مرور الوقت شعر بحب كبير بداخله نحوها، ولكن كانت هناك عقبة وحيدة في طريق سعادتهما، وهي أمه العجوز، حيث كانت خطيبته تكره أمه كثيرا وتعاملها معاملة سيئة للغاية. حاول الرجل كثيرا الإصلاح بينهما، لكنه فشل تماما، ومنعه قلبه وحبه لخطيبته أن ينفصل عنها. هددها بضع مرات بالانفصال، فحاولت الفتاة أن تتمسك به، ووعدته أن تحسن معاملة والدته بعد ذلك، وأن لا تسيء إليها مرة أخرى. اتفق الرجل على هذا الشرط للاستمرار مع خطيبته التي يحبها. مرت الأيام وجاء يوم العرس، بينما كان الرجل يجلس جوار عروسته همست العروس في أذنه أن ينزل والدته من المنصة، أنها لا تعجبها ولا تحبها، وأنها تقصد إغضابها وإحزانها في ليلة عرسها. وافق الرجل على كلام عروسته وقام متوجها إلى أمه على المنصة، وأمسك بالميكروفون قائلا: أنا أعرض أمي للبيع، من يشتري أمي؟ ذهل جميع الحاضرون من كلامه وتصرفه، فكرر الرجل 3 مرات: من يشتري أمي؟ من يشتري أمي؟ من يشتري أمي؟ ولا أحد يجيب. خيم الصمت والدهشة على وجوه الجميع، وبكت الأم حزنا وخجلا من تصرف ابنها. وفجأة أخرج الرجل خاتم زفافه ورماه في وجه عروسته وقال: أنا أشتري أمي. التفت إلى عروسه معلنا عن طلاقه منها، وقال: أمي غالية، لا يستطيع أحد شراءها أو دفع ثمنها، لكن أنا أشتري أمي وأبيعك. وأخذ أمه وغادر القاعة. وبعد انتشار هذه القصة في منطقة الرجل بالكامل، جاءه رجل صارح وقال له: لن أجد أفضل منك أبدا لابنتي، أريدك أن تتزوجها. ذهب الشاب ليقابل ابنة الرجل، فوجدها جميلة جدا وعلى خلق ودين، فتزوجها دون أي تكاليف مالية. وكانت دائما تحسن لأمه وتحبها وتعاملها كأمها تماما. عوضها الله عز وجل جزاء إحسانه إلى أمه خيرا وأفضل مما يتمنى، وعاش معها في سعادة وهناء.